عبد العال على مباراة النادي الزمالك ونادي فيوتشر. طبعا رد نص منطقي ونص مش منطقي. كابتن رضا عبد العال بيقول لك ألفينا من صغره زملكاوي. الجملة دي سمعناها كتير. الجملة دي سمعناها كتير اللي هو من صغره زملكاوي. طبعا الكلمة دي اتقالت لإمام عاشور اللي قالها ودلوقتي في الأهلي. طبعا زيزو كان من صغره زملكاوي وبقى في الأهلي. عندنا كهربا بقى من صغره زملكاوي وفي الأهلي. عندنا بن شرقي من صغره زملكاوي وحاليا في الأهلي. ناس كتير، كل اللي بيقول الجملة دي مش بيسلم على فكرة. يعني الجملة دي أي حد من صغره زملكاوي هتلاقيه في الآخر بيروح الأهلي. فخافوا على الواد الجديد ده. رضا عبد العال طلع واتكلم وقال ان نادي الزمالك لعب مباراة كويسة جدا. والشوط التاني ده كان الشوط الاول. بالنسبة للشوط التاني فيوتشر فائت على النادي الزمالك ولعبوا على النادي الزمالك. الكلام ده صحيح. كابتن رضا عبد العال عنده حق في الكلام ده. نادي الزمالك قدم مباراة كبيرة. طيب، النادي الزمالك يا رب ان هو يستمر بنفس المستوى، ولكن ده مش هيحصل. هتقولي ليه؟ هقول لك لان احنا متعودين كل سنة في بداية الدوري نادي الزمالك يبدأ بقوي، بعد كده ينتهي بالمطاف ان هو ما ياخدش الدوري ولا ياخد اي بطولة. آه، بالعكس بقى بيراميدز بيبدأ قوي وبينتهي بالمطاف وبيكون قوي برضه، ولكن برضه ما بياخدش حاجة. اقول لك ما بياخدش حاجة ليه؟ لان في نادي قوي اسمه النادي الاهلي. ده نادي معروف، نادي قوي جدا جدا جدا. النادي ده معروف بجبروته. لأي جماهير النادي الأهلي عارفة النادي الأهلي، جماهير النادي الزمالك عارفة جماهير النادي الأهلي إن النادي الأهلي قوي، وإن النادي الأهلي بيجي في الآخر وبياخد الدوري عادي جدا. وهكذا برضه. مش هنقول بيراميدز لأن بيراميدز ما عندهمش جمهور. النسخة اللي فاتت من الدوري حصل لغط كبير. اللغط ده اللي هو كان ان النادي الاهلي ما جاش مباراة. كانت مباراة الزمالك بسبب ان التحكيم مش اجنبي، وده كان النادي الاهلي عنده الحق تالت متلت مربع كمان. فالنادي الاهلي كل سنة بيتعمل عليه مؤامرات وبرضه بياخد الدوري. في اي بطولة بقى النادي الاهلي لما بيتحط في دماغ اتحاد الكورة المصري او الاتحاد الافريقي او النادي الاهلي برضه بيثبت ان هو فريق متكامل، فريق قوي وبيقدر ان هو ينافس وبياخد البطولات. فانت من الصعب انك تلاقي نادي زي النادي الاهلي. من الصعب انك تلاقي نادي زي النادي الاهلي. لان النادي الاهلي يعني نادي القرن. نادي بينافس ريال مدريد في البطولات. متهيالي ان النادي الاهلي واخد بطولات اكتر من ريال مدريد. يعني عندك النادي الاهلي اكبر او اعظم قلعة رياضية مش في مصر، في العالم، لانه واخد يعتبر اكتر بطولات على مستوى العالم. فانت ده عايز منه ايه تاني؟ فالنادي الاهلي نادي كبير. فكابتن رضا عبد العال لما تتكلم على نادي الزمالك اعرف انك بتتكلم على حد مش هيكمل في الدوري، مش هياخد الدوري. لان نادي الزمالك نفسه قصير قصير قصير. بالنسبة بقى للنادي الاهلي فنفسه طويل في جميع البطولات، مش طويل في الدوري بس.
النادي الاهلي كان بيلعب دوري ابطال افريقيا وخد الدوري، مع انه مطلعش بسهولة زي الزمالك، مع ان الزمالك كان بيلعب كونفدرالية السنة دي وطلع منها. فالنادي الاهلي طبعا مش هنقدر ان احنا نحطه في مقارنات. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا، والسلام عليكم.